هو مش العيد خلص ورمضان خلص واكلنا فسيخ ورنجة؟ امال مالي كأني عايزه اكل كل يوم فسيخ ورنجة. امبارح بالليل هف عليا اكل فسيخ، عايزه اكل فسيخ بعيش ناشف من اللي هو العيش بيقرمش ده، عارفينه انتوا. طبعا دخلت عليكم ولا سلام ولا كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وحشني الكلام معاكم، وحشني تعليقاتكم. جاب بالي ان انا اكل فسيخ. الصبح صحيت مصطفى قلت له روح هات لنا عيش وهات لنا فسخايه واحده بس، انا مش طالبه معايا غير هي فسخايه واحده بس. هو انا الصراحه كنت مفكره ان هما يقولوا لي لا يا ماما احنا خلاص زهقنا منه ومش عايزين ناكل فسيخ. تمام تمام. فقلت هي فسخيه واحده بس، هي جايه على بالي ممكن جوت هي اللي تاكل معايا عشان كانت امبارح بالليل بتقول لي انا هاكل معاك يا ماما. انما ما جاش في بالي ان كلهم يتجمعوا معايا على فسخيه واحده، لو عارف كنا جبنا كيلو. حلو كده حلو. قلت له هات فسيخ وهات لي العيش وتعالى. راح جاب الفسيخ وجاب العيش. انا قلت بقى هخليهم يجيبوا هما بيض، جبنه، ما بياكلوش الجبنه اصلا، فول وفلافل، فطار بقى عادي يعني. قالوا لي لا هناكله فسيخ يعني هناكله فسيخ. تعالوا بقى شوفوا عملنا ايه. بقيت عايزه اضربهم علشان ما ياكلوش مني الفسيخ، بس برضو قاعدين لي النفس اماره بالسوء. شايفين شايفين. لا صاحيه من النوم عايزه افطر فسيخ، اللي هو ازاي ما اعرفش. صاحيه من النوم عايزه افطر فسيخ. شكلك كنت بتحمليها من بأمك. بس عايزه اكل بعيش ناشف. ليه؟ شكلك بتتوحى من دخولها. شكلي بتوح. يعني الطازه الناشفه احسن. هات لي كده رغيف يا مصطفى. عشان دي ده ودي تحت ادام حمر لي ده لحد ما ينشف. مش تحرقه. ماما اعملي سندوتش. الفسيخ ده احلى من ناس كتير قوي في حياتي. انا جوزي لو شاف الفيديو ده هيطلقني عشان هو في الشغل ما بياكلش معانا. بس اعملوا مكرونه بشاميل اراضيه. ماما قطعت. نعم ماشي استناه. تعالي يا مصطفى جنبي هنا. هروح ازاي؟ فاهمني ثانية اخت ابو السيد؟ والله عارفه ابو السيد شغال ياما في اليونان؟ بيلحم تحت الميه، بيغطس تحت البحر ويلحم. والله انت عارفه انت الاوعاد بتاعت البترول اللي بيطلعوا بترول من تحت الميه دول؟ مش هما بقى بيدخلوا حديد تحت ويقعدوا يلحموه عشان يبقى نماسك تحت الارض؟ هو بقى اللي بيلحم كل ده. والله ده بيجيب ملايين الشغلانه دي. كلي طاطا. حاجات بسيطه كده يا جيجي عشان هي مش عاتبه قوي حد يعني عشان متعبيش. بيقول لي عبه. وانا اللي بقول ما تخلصوهاش. هات لاختك هات عيش يا مصطفى. يا جدعان انا مش عايزه اظفر نفسي يا جدعان. طب قوم. حدقه. هي حلوه. انا هموت في فسيخ. كفايه. انتوا كفايه بقى. انا صاحبه الفسيخ. بس عشان تسيبوا بابا بس بابا طب ما هو في غير الفسيخ. طب قول بس سيبوا الماما. سيبوا لماما يا ابني، ماما كلش حاجه يا ابني. ده لسه جاي. يا ولاد روحوا هاتوا فول وفلافل وفطار. لا دي كانت عايزانا انا لوحدي دي. ما دي ما تنفعش. نحن في عمري.
بصل. نفسي اكل بصل. يعني كده. خلاص انت لسه هتعمل الرغيف. تاخد ليمون؟ الديل ده فيه لحم خلي بالك. مش عايزه ازفر نفسي يا مصر. نعم مش عايزه. خلاص كده اقلب خلاص. ها كلها بقى. هنقنق معاك. لا ده حلو قوي كده، حلو قوي كده. خد يا مصطفى. والله هقول ان انت ام ظالمه اوه ومجوعاني. مش هنشيلها في المونتاج. قول له سيب هتسيب. طيب زي ما هو. يا جماعه امي ام ظالمه ومجوعاني وبتاكل الفسيخه مني. انا عايز الكلام دوت يروح للحاج. الحاج مين؟ ابراهيم العرجاني. تمام. ارفع تاني. عايزه تاكل الفسيخه لوحدها. انا اللي هو قال عليه ده. العيال خلصوا الفسيخ ويقول لك عايز اكل منهم الفسيخ. لسه مش بعتش والله. اغسلي ايديكي كويس يا جو. هو انت مش هتشبع منه؟ مش هتشبع من ده. والله كنا عايزين بيبسي والله. لا مش للدرجه دي بقى. ليه يا بابا سيبنا كام؟ اوعى حد يجيب بيبسي تاني. ايه اوعى حد يجيب بيبسي تاني. سيبك ولا سيبك حد. طلع اللي فيه. الجلد ده خد بالك مفيد. الايه؟ الجلد مفيد للصحة وللبشرة. انزل هات 4 بيضات. ماما انا عندي درس مش نازل. عندي درس الساعة 3. الساعة دلوقتي 2. الساعه 1. الساعه كام يا مصطفى؟ ونص على لما اقوم من المعركة ديت هتكون 2. هي فين المعركه اللي انت هتقوم منها؟ ما تقولي الساعه كام يا حبيبي. بصوا بقى يا ولاد، انا لو حد قعدني في محل فسيخ انا بصوا هقوم بيه ما شاء الله، انا وعيالي يعني وجوزي كمان معانا، بس للاسف هو ما كانش موجود، كان في الشغل. ومش هنقول له ان احنا اكلنا فسيخ غير لما يتفرج على الفيديو ده ويشوفه بنفسه وينصدم، ياخد الصدمه كده. بس انا رضيته وعملت له صينيه مكرونه. شوفوها اخر الفيديو، صينيه مكرونه حكايه متكلفه صح، علشان اراضيه وما يقعدش يزعق معانا ان احنا اكلنا فسيخ من غيره، لان كده يعتبر دي خيانه عظمى يعني. بصوا بقى العيال عماله اقول لهم يا ولاد قوموا، يا ولاد خلاص، يا ولاد كفايه، مفيش فايده، وانا حالفه ما اسيب الفسيخه. وادم يقول يا ماما خدي بالك الجلد ده مفيد للبشره والشعر يعني. الله يهديكي يا ادم، يعني معنى كده انا عايز ياكل الجلد كمان. بصوا انا بكحت فيها مش سايباها غير لما تقول لي سيبيني بقى ارحمني. عايزه اقول لكم ان انا بعمل فسيخ في البيت والله العظيم، ولا تقول لي بقى فسيخ ام مكه ولا فسيخ النجار ولا فسيخ بابا نويل. انا بعمل فسيخ قسما بالله يقعد اكبرها فسخاني في البيت، والله ما شكرانيه في نفسي، بس فعلا بعمله ولا كلمه. ملح مظبوط، بيطلع مزبد طري جدا. بس هو موضوع كسل، او مثلا مش بيبقى في مخططين له ان احنا هنجيب لسه ونفسخ وناكل بعد 14 15 يوم. لا هي طلبت معانا بالليل فجبنا دلوقتي. وانا من النوع اللي هو نفسي في حاجه مش بخيله، مش بعرف احوش واكنز وكلام من ده. لا نفسنا في فسيخ الصبح نجيبه فسيخ على طول. ما ملناش احنا بقى ايه في الناس البخيله بقى واللي نفسها في حاجه لا وما تجيبهاش غير لما ربنا يكرم بقى ويمكن حد يجيب لنا ولا حد يعزمنا. لا 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 لا، ولا انا ولا جوزي ولا عيالي اللي بيهف في بالنا بنجيبوه، اللي نفسنا فيه بنجيبوه على طول يعني، مش دايما يعني. بصوا جوجو هنا راحت جابت الشنطه بتاعتي، قالت لي عايزه اشتري وعايزين نجيبه بيبسي.
قلت لها قبل البيبسي هاتولي بقى مكرونه اقلام كده علشان نعمل كانت خلصت من عندي عشان نعمل لبابا مكرونه بشاميل، وهاتولي لبن وتذكرة بشاميل كمان بالجبنه كده، بيبقى طعمها حلو قوي 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 مع البشاميل. بصوا هنا بقى خلصنا اكل وخلصنا مزيطه وبتاع وشربنا الشاي وشربنا البيبسي ونضفنا مكاننا واخفينا الجريمه. دخلت بقى على المكرونه، سلقت على طول المكرونه الاقلام اللي جود جابتها لي، وعملت البشاميل. انا زودته دقيق وكده، وكان عندي 5 حتت لحمه في الفريزر طلعتهم، كانوا باقيين يعني من اكله كده. هنا البصل، بصوا مكان ما سلقت المكرونه صفيت المكرونه وحطيت البصل على طول في نفس الحله. الطماطم والفلفل دول انا بحب طعمهم قوي في المكرونه البشاميل مع اللحمه، يعني بقطعهم في الكبه بدل ما اقطعهم على ايديا زي السلطه كده، فاهمين؟ فبنزل عليها بعد ما بنزل باللحمه. البصله ما بخليهاش تحمر، يا دوب بس تدبل كده تدبل، وانزل عليها باللحمه. ما شاء الله كميه اللحمه كانت كتير جدا، بس انا قلت مش مهم يعني عشان تبقى المكرونه شبعانه كده من اللحمه وغرقانه في اللحمه كده، عشان ايه نعرف نسكت ابو مصطفى يعني. نزلت عليها بقى بالطماطم والفلفل اللي انا كنت ضربان في الكبه، ده بيخلي الطعم عسل قوي يا ولاد. جربوا الحته دي، انا ما كنتش بعملها على فكره، بس الفلفل والطماطم دول لما بيستووا في الفرن بيبقى عسل. هنا بقى حطيت فلفل اسمر وجوز الطيب وفلفل وكمون وسنه جنزبيل وسنه قرفه، تمام. الملح محطوتوش دلوقتي، حطيته في الاخر خالص لما المكرونه استوت علشان ما يكلكعش كده مني اللحمه. بصوا هنا كانت دخلت في السوا، فايه قلت اما احط لها معلقتين صلصه تخليها جوسي كده وحلوه ومحمره كده وجميله. برضو الحركه بتاعت الصلصه دي بتبقى جميله قوي قوي. بصوا هنا كانت استوت خلاص، فحطيت لها بقى اللحمه. انا بحط اللحمه استوت، حطيت لها اللحمه، ما شاء الله عليا استوت، فحطيت لها الملح كده خلاص استوت خالص. هطفي بقى عليها واشوف بقى هعمل ايه. هنا حطيت مغرفتين من دول في قعر الصينيه بشاميل، علشان بحب انا الحركه دي بتخليها كده من تحت محمره كده وجميله. هنا فضيت المكرونه كلها وفضيت نص البشاميل عليها. الحركه الجديده بقى اللي انا حبيت ان انا اعملها، واكيد الناس كلها بتعملها يعني مش افتكاسه مني، ان انا حطيت نص اللحمه المفرومه على المكرونه كلها، ونص البشاميل على المكرونه كلها، وهقلب كله في بعضه، تمام. لو احتاجت بشاميل هحط تاني، واقلب بقى كله في بعضه علشان المكرونه ذات نفسها يبقى مليانه لحمه، فاهمين؟ حاسه ان هي عايزه بشاميل، فهحط بشاميل تاني علشان تبقى شبعانه من البشاميل كده. وحاجه ايه 100 فل و10. ما احنا لازم نسكته بقى بدل الفسيخ اللي احنا اكلناه، مش كل شويه هنفكروه بقى. خلاص خلاص انسى انسى. بصي هنقلب بقى كلها، نجيب الصينيه، هنزل بنص المكرونه هسويها بس كده. انا بحب اعمل كل حاجه بمزاج كده. ايوه ما انا واكله فسيخ بقى وبعمل شغل بمزاج، ما هو الشغل لازم يبقى بمزاج طالما ايه مظبطين المظابيط واكلين فسيخ. اللحمه كانت كتيره بس مش مهم، قلت برضو مش مهم، خلي اللي ياكل بألف هنا وشفا، تبقى ايه زي الفل كده وحلو. طبعا المكرونه كلها متقلب فيها لحمه لو فاكرين في اول الفيديو. هنزل بقى ببقيه المكرونه وهسويها برضو كده. عايزه اقول لكم ريحتها قلب البيت ما شاء الله عسل. ايوه واحده مظبطه الكموخه واكله فسيخ، فلازم تعمل الاكل بمزاج. بصوا هنزل بقى بالبشاميل على وشها. حسيت ان البشاميل شويه، بس الصراحه كسلت، لان اللي بياكل فسيخ بياكل وينام، فانا ما اكلتهوش ونمت، انا اكلته ودخلت على المطبخ عشان اعمل ايه الغدا بقى. البشاميل كان شويه بس، كنت مخليه الصراحه شويه في الحله علشان انزل عليها ببيضه، فما لقيتش بيض. اول مره في حياتي اعمل المكرونه من غير بيضايه على الوش، وكانت جميله جدا، هتشوفوها برضو معايا في اخر الفيديو. احمرت وكانت زي الفل، فنزلت الباقي اللي كان في الحله فظبطت معايا وكانت في الفرن زي العسل. هنا خلاص دخلتها الفرن. دول بقى البواقي اللي باقيه من المكرونه واللحمه، حطيتهم في الطاجن كده عشان اللي يجي من الدرس الاول ياكلهم. اخدت منهم معلقتين كده، وهعمل كوبايه قهوه واطلع اقعد في الصاله، هوريكم الصاله بتاعتي تضرب تقلب. بصوا هنا المكرونه كانت في الفرن. اعمل بقى فنجان قهوه، لان انا ليل نهار ونهاري ليل ومش عارفه اظبط نومي خالص. بصوا الصاله عندي تضرب تقلب. هنزل لكم فيديو تاني بقى ان شاء الله وانا بروق الصاله ديت، ونرجع للروتينات بعد العيد ورمضان والكسل. تعالوا بقى خلصنا القهوه، قعدت في الصاله كده في الكركبه خلصتها.
شوفوا بقى صينية المكرونة والجمال، بألف هنا وشفا على قلبك يا ابو مصطفى يا حبيبي، وسامحني واشوفكم على خير ومع السلامة.